أهلا بكم في الموجز الإخباري لنهار اليوم. أعلنت هيئة دفاع الصحفي المحبوس إحسان القاضي أنه قد استأنف إلى مجلس قضاء العاصمة الحكم الصادر ضده قبل يومين، والقاضي بحبسه لمدة 5 سنوات، منها 3 سنوات نافذة مع غرامات مالية. أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء استرجاع مخطوطة إسلامية نادرة يرجع تاريخها إلى سنة 1659 استولت عليها السلطات الاستعمارية سنة 1842 بعد غارة للجيش الفرنسي ضد الأمير عبد القادر بأعالي جبال وانشريس. كشف اليوم الأربعاء بيان للسفارة اليمنية لدى الجزائر أن السلطات الجزائرية رحلت رعايا يمنيين من أراضيها بعد أن حاولوا الهجرة السرية نحو أوروبا عبر سواحل غرب الوطن. أبدت المفوضية الأوروبية استياءها من اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، مطالبة بالحفاظ على الوضع القانوني للأماكن المقدسة، وذلك بحسب ما جاء على لسان الناطق باسم المفوضية بيتر ستانو في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل. لمتابعة بقية البرامج ادخلوا على موقع راديو _1.net أو على موقع emergent.net وبالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.